السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تعتبر الفيضانات من الكوارث الطبيعية المدمرة التي تؤثر على الحياة البشرية والبنية التحتية للمجتمعات. في عام 2023 حيث شهدت مناطق البيض والتلمسان في الجزائر فيضانات هائلة تسببت في خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، حيث تسببت هذه الكارثة في وفاة العديد من الأشخاص وفقدان آخرين، مما تسبب في حزن عميق وصدمة في البلاد. تعتبر البيئة الجغرافية للمنطقة معقدة وتحتوي على منحدرات وأودية تجري بها الأنهار، وفي حالة هطول الأمطار الغزيرة ترتفع منسوب المياه بسرعة وتتجمع فيها الأودية والمناطق المنخفضة، مما يؤدي إلى فيضانات قوية وخطيرة. وقد شهدت هذه المناطق هطول أمطار غزيرة لعدة أيام متتالية في الفترة الماضية، مما تسبب في تفاقم الأوضاع وحدوث الفيضانات. وتأثرت المناطق السكنية والمزارع والبنية التحتية بشكل كبير جدا جراء هذه الفيضانات، وتعرضت المنازل والمحال التجارية للدمار الشديد والانهيارات الأرضية، مما أدى إلى خسائر مادية هائلة. تم تشريد العديد من الأسر وفقدان ممتلكاتهم، وتعطلت حركة المرور، وتضررت الطرق والجسور، مما أدى إلى عزل بعض المناطق عن العالم الخارجي. ومع زيادة حجم المياه وقوتها تضررت البنية التحتية الهامة مثل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وتعطلت خدمات الكهرباء، وانقطعت المياه الصالحة للشرب في بعض المناطق، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة صعوبة تقديم المساعدة العاجلة. وللأسف تسببت هذه الفيضانات في وفاة العديد من الأشخاص وفقدان آخرين، حيث أعلنت مصالح الحماية المدنية في تسجيل وفاة 4 أشخاص إثر ارتفاع منسوب مياه وادي الدالية بلدية باب العسة بولاية تلمسان، حيث جرفت المياه سيارة على متنها 4 أشخاص تم انتشالهم من طرف عناصر الحماية المدنية، وتم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي. وبولاية البيض أدى ارتفاع منسوب مياه وادي الشاذلي إلى فقدان 5 أشخاص، وتم تنصيب مركز قيادة عملي وتدعيم فرق البحث ب5 كلاب مدربة من ولاية عين تيموشنت سيدي بن عباس وتيارت. وكانت الخسائر البشرية جراء هذه الكارثة مأساوية ومحزنة، فقد فقدت عائلات أحبائهم ومعارفهم، وتركت هذه الخسائر آثارا عميقة على المجتمع المحلي والوطن بأكمله. تجاوبت السلطات المحلية والوطنية بسرعة مع الكارثة، ونظمت عمليات الإنقاذ وتوفير المساعدات للمتضررين. تم الجدير بالذكر أن الجهود التي قامت بها فرق الإنقاذ والمتطوعين كانت حاسمة في إنقاذ الأرواح وتقديم الدعم للمتضررين. تم تنظيم مراكز إيواء مؤقتة للنازحين وتوفير الطعام والماء والإمدادات، كما قدمت فرق الإغاثة الطبية العناية الصحية اللازمة للجرحى والمصابين. يجب أن يكون هذا الحدث تذكيرا للسلطات والمجتمع بأهمية تعزيز القدرة على التصدي للكوارث الطبيعية وتحسين البنية التحتية لتقليل الخسائر المحتملة في المستقبل. ينبغي أن تركز الجهود على تحسين نظام الإنذار المبكر وتعزيز البنية التحتية المتينة والمقاومة للكوارث. علاوة على ذلك، يجب أن يلتزم المجتمع بتعزيز الوعي بالكوارث وتطوير مهارات الاستجابة والاستعداد الشخصي. يجب على الأفراد أن يكونوا على دراية بالإجراءات الوقائية والتحذيرات والتعليمات الصادرة عن السلطات في حالة حدوث فيضانات أو كوارث أخرى. في النهاية، فيضانات البيض والتلمسان في عام 2023 تركت آثارا مؤلمة وتذكيرا بأهمية التعامل مع التغيرات المناخية وتعزيز الاستعداد والاستجابة للكوارث. يجب أن تستفيد السلطات والمجتمع من هذه التجربة المريرة لتعزيز القدرة على التصدي للكوارث في المستقبل وحماية الأرواح والممتلكات.